فلما رأت ما داهمهم صاحت ومعتصماه. يقال إنها بلغته الصيحة، يعني أخبره بها المخبر وهو على فراشه على سريره، فقال فوق سريره: لبيك لبيك، لا نختلف، لا يختلف منا أحد على أنك إن خرجت ومضيت في الذي تريد فإنك تكسر الكسرة التي لا قائمة لك بعدها أبدا، وإنك كذا، وإن الطالع نحس، وما نحس إلا هم. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب. تعلمون أن الروم في الجهة التي كانوا متاخمين فيها لدولة المسلمين كانوا يتربصون بالمسلمين الفرص، كلما ضعف انتباههم في جهة قضوا عليهم فيها للإيذاء، والمسلمون كانوا دائما متخذين الأهبة. لكن في وقت من الأوقات اشتغل المعتصم بفتنة معروفة في التاريخ، بفتنة بابك الخرمي، كانت فتنة عظيمة واشتغل الناس. فأحد ملوك الروم اسمه تيوفيلوس هجم على مدينة كان فيها مسلمون اسمها مدينة زيبطرة، فقتل رجالها وسبى ذراريها ونساءها ومثل بالناس، سمل أعينا، جدع أنوفا، يعني فاستغاث الناس بالمعتصم. يقال إن في جملة الأسرى كانت امرأة شريفة هاشمية، فلما رأت ما داهمهم صاحت ومعتصماه. فيقال إن ملك الروم قال لها وهو يهزأ بها: زيبطرة بعيدة في الأطراف، المعتصم في بغداد. فقال هذاك الملك يهزأ بها: يأتيك على فرس أبلق، المعتصم الذي تنادينا يأتيك على فرس أبلق أبيض. بلغت صيحة هذه الشريفة الهاشمية بلغت المعتصم. يقال إنها بلغته الصيحة، يعني أخبره بها المخبر وهو على فراشه على سريره، فقال فوق سريره: لبيك لبيك، وأخبر بالذي قاله ملك الروم، فأمر بالجيش أن يجرد، وأمر بأن يكون في طليعة الجيش الخيل البلق. وهذا الذي يقول فيه ابن الونان صاحبنا المغربي في قافيته المشهورة: وكن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العدا بكل طرف أبلقي. لما أراد أن يخرج جاءه المنجمون: طالعنا النجوم نظرنا فيها، لا نختلف، لا يختلف منا أحد على أنك إن خرجت ومضيت في الذي تريد فإنك تكسر الكسرة التي لا قائمة لك بعدها أبدا، وإنك كذا، وإن الطالع نحس، وما نحس إلا هم. فلم يلقي إليهم باله وخرج، فكان ذلك الفتح العظيم الذي خلده أبو تمام في بائيته المشهورة: السيف أصدق أنباء، ويروى أيضا إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهوب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. أين الرواية بل أين النجوم، وما ساقوا من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مدار في فلك منها وفي قطب، لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلوب. إذا يقول فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب، أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب. لهم هذه عمورية، لأنها كانت، هو لما ذهب لم يذهب إلى زيبطرة، ذهب إلى عمورية، وكانت من أعظم مدنهم ومن أمنع حصونهم، وهي المدينة التي ولد فيها تيوفيلوس، فخربها وجعلها أثرا بعد عين. يقول أبو تمام يقصدها: لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فدا لها كل منهم وأبي. يقول: ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب. ربع مية
معمورا وليس خاليا، ويطيف به غيلان. هذا المنظر، تلك الربا ليست أبهى من تلك الربا الخاربة. تلك الربا الخاربة أبهى منظرا من ربا مياه عامرة وفيها غيلان يطيف بها. ما ربع ميتة، شنو قلت؟ ما قلت؟ ما ربع ميتة؟ ما ربع ميتة، واحد الكلمة هنا مشات. ما ربع ميتة ايش؟ احسنت، الله يفتح عليك. تليفون ولا انت؟ لأعلم من أشكر. ما ربع ميتة، ولكن خليك مع التليفون الله يفتح عليك. ما ربع ميتة معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب، ولا الخدود وقد أدمين من خجل أشهى إلى ناظري من خدها الترب. لما رأت أختها بالأمس قد خربت أنقرة، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. إلى أن يقول: تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب، ومكهم النصر ومطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب. لم يرم قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. لو لم يقود جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب. رمى بك الله برجيها فدمرها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. إلى يقول: لما رأى الحرب رأي العين توفلس، والحرب مشتقة المعنى من الحرب. أمسى يصرف بالأموال جريتها، فعزه البحر ذو التيار والحدب. هيهات هيهات زعزعت الأرض الوقور به من غزو محتسب لا غزو مكتسب. لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى، وبه فقر إلى الذهب. إن الأسود أسود الغيل همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب. إلى أن يقول: خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. لو كان بين صروف الدهر من رحم ومن موصولة وذمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. أبقت بني الأصفر المصفر كأسهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب. فهذه النجوم. العلم في شهب الأرماح لا في السبعة الشهب.